احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحه تملي كده يا رب. نادي الزمالك خلاص اعلن ان هو تعاقد مع اللاعب كريم البركاوي، اللاعب قادم من فريق الرائد بعد ما نهايه التعاقد مع فريق الرائد، فاللاعب اصبح حر ونادي الزمالك تعاقد مع اللاعب. اللاعب استلم التاشيره ان هو يدخل مصر، وان شاء الله اللاعب هيوصل بكره وهيتم التعاقد مع نادي الزمالك بشكل رسمي. تاني نقطه عايز اتكلم فيها، بعيد بقى، قلنا الصفقه دي خلاص تمت. اللاعب راس حربه يعني لاعب راس حربه ده مركزه الاساسي، واللاعب بيريد اللعب في الجناح اليمين وفي الجناح الشمال. انت مثلا لو حصل عندك ظرف وردت ان انت تلعب بجناح، هيلعب بيمين او شمال. تاني حاجه عايزين نتكلم عن نادي الاسماعيلي اللي خرج من دور نصف النهائي في بطوله كاس مصر على يد زد بنتيجه 1-0، وكزد في الدور النهائي. هارد لك النادي الاسماعيلي، نادي كبير ويقدر يعوضها في اي فتره جيده، يعني ان شاء الله يقدر. مش عارف اقول ايه على الاسماعيلي، بس هو في ازمه كبيره جدا الاسماعيلي، ان شاء الله يقدر يتخطى من الازمه ديت ويرجع الاسماعيلي اللي احنا كلنا عارفينه. وبس.